فانت تعرف ايش قاعد تسوي او ما تعرف. قضيه خطره. ابوك امك انطيهم حقهم اللي الله خلاه، زوجتك هم انطيها حقها اللي رب العالمين هم شنو خلاه الها. كل من انطي حقه، ولا تسمع كلام زائد ناقص. انت تصير محترم، شخصيه عاقل ذكي حكيم، تقدر تميز بين الصح والغلط، بين الواقع والافتراء، واعرف شلون تتصرف بالبيت. لا تظل حكايه جايبتك منا وحكايه مرجعتك منا، مو صحيح يا اخوان. ترى اكو عندنا مشاكل اجتماعيه ببيوتنا كثيره ترى، خصوصا بالعراق، لان الولد من يتزوج يقدر يشتري بيت لو يقعد ويا ابوه وامه، واشتغلت المشاكل. هاي ساحره لفلان، وذاك ساحر هاي، وذيك شاده لهذا ما ادري شنو، وذاك شاد لهذا ما اعرف ايش، والدجالين والسحر الناس واقفه على ابوابهم 3 ايام يلا يوصلك السره، والمقابر هذا معقود وذاك معقود. كأي مجتمع هذا، اي امه هذه صدق تحجون، كأي تخلف هذا. شوف العالم وين وصل، واحنا بعدنا هذا عاقد هاي وذاك عاقد ذيك، وهذا شاد له وصله ما ادري شنو، وهاي خال الشعر. ما تستحون، ما تخجلون الله، ما تخافوا انتو. احنا بالقرن ال21 انتو وين تحجون؟ اي تخلف هذا. وين الله؟ وين القيم؟ وين الخوف؟ وين التربيه؟ وين شنو هالحكي هذا؟ انا قاعد احكي بالمريخي وهذا واقع موجود. ظلم العباد بعضهم لبعض، الامام علي يقول شنو؟ ما يغفر الا صاحب هذا يرضى. هذا شي يرضي يوم القيامه. ها؟ شي يرضي يوم القيامه؟ شي يرضي يوم القيامه؟